طب يا عم انت ارتحت شويه، شفت القطتين ما عجبكش الصور اصلا، قلت لي لا سيبني من القطط بقى، وعايز اعمل ايه زي ما انت قلت لي قبل كده، عايز اعمل باترن كويسه زي بتاعت الورده اللي عجبتني دي عشان استخدمها يا عم واعمل بيها هديه لحد ولا بتاع وهكذا. طيب هنعمل ايه؟ هتكتب هنا بلاك مثلا and red flower pattern مثلا، تكتب بلاك اند ريد فلاور باترن. ممكن تكتب بعديها مثلا لو عايز تزود في البروموت يعني دارك كولرز، او ممكن تكتب دارك فلات كولرز حلوه جدا. شوت ويز كانون مثلا، تكتب مثلا 135 وتدوس على جنريت. بس خلي بالك ما تكتبش هيد شوت، ما تكتبش شوتنج، اكتب شوت بس. يعني مثلا ممكن تكتب هيد شوت بروفايل بيكتشر او هكذا، انت قصدك ليها معنى معين، لا هو فهمها حاجه تانية، فهمها هيد شوت واحد بيضرب واحد بسلاح، فلا ما تعملش كده. هتدوس على جنريت وتستنى لحد ما تشوف الصوره تطلع لك. طبعا احنا هنا ما عملناش باترن عشان ما فعلناش اللي تحت، فاحنا بنعمل ايه؟ بنفعل اللي تحت وندوس على جنريت تاني ونقارن الاثنين. دي الصوره الاولانيه دي شكلها كده، وهنتست الصوره ونشوف اذا كانت فعلا هتبقى باترن ولا لا، ونستنى نشوف الصوره الثانيه. ودي الصوره الثانيه اللي فعليا هي الباترن، وندوس كده هنتاكد برضو اذا كانت دي باترن ولا لا، ونشوف ونروح نكتب في جوجل باترن تشيكر. افتح تاني موقع دوت، بيقول لك الموقع ده كويس جدا يعني، ارفع الصوره وتاكد. لو جيت عملت زوم يعني شغاله تنفع انها تبقى باترن، بس مش زي التانية. يعني دي هتلاقي فيها من تحت هنا كده، انت هتلاقي كده باين ان في اصلا قطعه، فمش هتبقى مظبوطه. طب لو جينا رفعنا الصوره دي، هل انت شايف في قطعه؟ هل انت شايف ان في قطعه يا كابتن؟ مفيش. بس ايزي كده خلاص، مش محتاج. فعل دي، اكتب اللي انت عايزه كله وتلاقي الصوره طالعه معاك كانها باترن. لكن دي كانت طالعه بايظه شويه، حتى هنا اصلا هتلاقينا حاسين لك من جوده الصوره، والالوان هنا هتلاقيها مختلفه مع ان هي فلات كلرز، بس هو حسنها لك هنا شويه. دلوقتي احنا عايزين نستخدم الفوتوريل او الموديل بتاع الفوتوريل، ونشوف الموديل دوت هيعمل ايه. طيب هتدوس هنا على الموديل بتاع الفوتوريل. ممكن تقفل الالكامي، لا مش هينفع، لازم تعمل الموديل بتاع الفوتوريل. اسحب 16 توكن، فانا هستخدم اكونت تاني واوريك الموديل بتاع الفوتوريل عشان نقدر نكمل على الاكونت ده بكل التوكنز اللي فيه، ما نبوظش الدنيا يعني. نيجي هنا بقى للاكونت التاني ده هنجرب عليه. هنا عملت الفوتوريل وظبط لي الابعاد وظبط لي كل حاجه، كاتب هنا البروم بتاعي تريبي ارت ديجيتال بينتنج كيوت وايت لاتينا جيرل وهكذا. وهنا اختارها على سينيماتيك وادوس على جنريت ونشوف الصوره هتكون عامله ازاي. ده الماجيك بقى، ده الماجيك بجد بتاع الفوتوريل، ان انت اصلا لو خلصت الكورس دوت وعجبك الدنيا واشتركت مثلا، استخدم الفوتوريل كتير واستخدمه كتير عشان تقدر بعد كده انت تكسب منه. هتكسب جدا من الحاجات دي. تكسب ازاي؟ ان انت ازاي تطلع فلوس منها. استنى معايا لحد اخر الكورس افهمك ازاي انت تكسب فلوس. شفت الصوره عامله ازاي؟ شفت الوضوح؟ شفت الشخصيه عامله ازاي؟ شوف الجمال بتاع الصوره. انت ممكن اصلا تعدل اكتر من كده وتكتب حاجات اكتر من كده عشان تطلع صوره احسن. انا كمان هعدل اصلا واحط برومو تاني دلوقتي واوريك الصوره تبقى عامله ازاي بعد شويه لعب كده وبتاع، عشان احاول اجيب بروموت كويس يعني. فتوصلت للبروموت الكبير ده. مفيش نيجاتيف بروموت مهما حاولت، مش تعرف، لان الصوره كده كده هتطلع حلوه، هو اللي بيظبط لك كل حاجه من عنده. دلوقتي هندوس على جنريت ونشوف الصوره شكلها عامل ازاي. هل هتطلع 100% كويسه ولا هيكون فيها اخطاء؟ طبعا يا كابتن الصوره طلعها حلوه كويسه جدا. اي نعم فيها مشكله يمكن مضايقاني انا، بس هي الصوره حلوه جدا. مشكله ان وشها تحس ان هو ممطوط كده او الجسم ممطوط، بس هي روعه روعه جدا. انا لو وريتك الريفرنس اصلا بتاع الصوره كان معمول باقل كواليتي واقل حاجه، بس جامد برضو يعني. الريفرنس جامد ودي اجمد، اجمد بكتير، دي حلوه جدا جدا يعني. فانت في الفيديو ده اتعلمت معايا شغل الفوتوريل والتايلنج والحاجات اللي زي كده اللي موجوده في القائمه اللي في الجنب. وكده انت يعتبر خلصت
القسم الخاص بالاي اي ايمج جنريشن، وعرفت ازاي ان انت تعمل ايمج، ازاي ان انت تحط بروموت، ازاي ان انت تحط نيجاتيف بروموت، ان انت تستخدم الحاجات اللي في الجنب، تعمل تستخدم موديلز مختلفه، وهكذا. في الفيديوهات الجايه هتعرف شويه حاجات تانية، ان انت ازاي اصلا تكريت موديل، ان انت ازاي تستخدم حاجات تانية مختلفه. في ليوناردو انت لو رحت لسكريبتات او حاجات مختلفه تانية مش هتعرف ان انت تعملها، لان هي تحتاج منك وقت ومجهود وجهاز كمبيوتر قوي.